السلام عليكم، نتمنىكم بخير. هاد القصة اللي جبتكم اليوم وقعت في ضيعة صغيرة في جنوب لبنان اللي كتعتبر عندهم قراءة الفنجان جزء من الثقافة الشعبية، خصوصا عند النساء. والفكرة ديالو باختصار هي بعد ما يشرب الشخص القهوة التركية كيبقى ديك الطفل ديالها في القاع، والقارئة اللي كتكون غالبا مرا كبيرة في السن كتقلب الفنجان فوق الصحن ديالو وكتسنى شوية حتى كيبدا ينزل ديك الطفل، وهنا كتبدا تشكل خطوط والقارئة كتبدا تفسر ديك الخطوط، لأن عندهم اعتقاد بأن الفنجان كيكشف الطالع، سواء زواج، سفر، مال، مشاكل. ولكن في نفس الوقت كيعتبروه نوع من التسلية في الجامعات ديالهم، سواء في الصبحيات أو في العشيات. والقصة ديالنا جات من واحدة من هاد الصبحيات اللي ما كانش مخطط لها أصلا، وكل شي وقع بالصدفة. بقاو معايا باش تعرفوا التفاصيل. في الحياة كاينة أسرار ما خص حتى شي واحد يعرفها، إذا عرفها ما خصوش يبوح بها، لأن البوح يقدر يوصل لمصيبة ويقدر يوصل للموت. مريم لقات راسها وسط سر من هاد الأسرار، شي اللي قلب الحياة ديالها رأسا على عقب. الاسم ديالي مريم، عندي 29 سنة، كنشتغل أستاذة ديال اللغة العربية، وعايشين غير أنا وماما من بعد ما توفى الأب ديالي الله يرحمه. ساكنين في ضيعة صغيرة في جنوب لبنان. فهاد الضيعة كلشي كيعرف بعضو، حياتنا بسيطة، مرتاحين أنا وماما ومونسين مع الجيران، حنا بحال العائلة تقريبا. كنت مخطوبة لواحد الشاب حتى هو كيقري في نفس المدرسة اللي كنقري فيها أنا، وساكن غير حدانا، وكنا مقررين نتزوجو في الصيف. المهم كلشي كان مزيان وحياتنا هادئة حتى جا النهار اللي غادي يتغير فيه كلشي. في ديك النهار ما كنتش كنقري في الصباح، كانت عندي خدمة حتى العشية. فقت بشوية عليا وجدت الفطور وجلسنا نفطرو انا وماما وبقينا جماعين. واحد شويه كنسمعو الدقان في الباب. ماما قالت لي نوض فتح، يمكن تكون شي جاره محتاجه شي حاجه. ملي فتحت كنلقى واحد السيده كبيره في السن، شعرها ابيض ولابسه فولار، وجهها مكسر التجاعيد ما بقاوش كيبانو فيه التعابير. قالت لي عافاك يا بنتي جاني العطش، عطيني شي كويس ديال الماء. انا بقات فيا وقلت لها تفضل دخل، راه كاينه ماما لداخل. خليتها دخلات ومشيت نجيب لها الماء. واحد شويه كنسمع ماما كتهضر معاها، قالت لها ماشي انتينا هي الخاله صافيه اللي كتقرا الفنجان؟ قالت لها اييه. قالت لها ما عقلتيش عليا؟ قالت لها انت كتعرف بنادم ملي كيكبر ما كيبقاش يعقل بزاف. قالت لها كنا تلاقينا في واحد الصبحيه عند جارتي نبيله، وكنتي قريتي الفنجان لكاع الجارات وقلتي لهم غير الاخبار الزوينه. جلس تفطر، راك جيتي في الوقت المناسب. في ديك اللحظه كنت دخلت انا بديك الكاس د الماء، قبطاتو عليا وبقات كتشوف فيا وسولت ماما. قالت لها واش هادي بنتك؟ قالت لها اه بنتي الوحيده، واستاذه في المدرسه اللي في